نار. قالوا علينا 3 سنين مالنا سلاتنا وموتنا فايين، ويوم ما طالبنا بكل حقنا شردونا وبهدلونا وبالرصاص موتونا. هناك رصاصة في صدر أحمد وهنا رصاصة في صدر سالي، ومينا ضحية واحد أناني. حسني مبارك إيه بلوكسة، والله يوم ما اتولد كانت نكسة. باع بلدنا، باع ولادنا، باع أصالة شعب كبير، شعب أصيل، شعب الهرم ونهر النيل. وهناك كنيسة القديسين دمروها وفجروها، والمصيبة على كتاف المسلمين علقوها. قالوا جماعات إرهابية، قالوا جماعات إسلامية، والحقيقة المثالية عند وزير الداخلية. بلدنا دي بلد قوية وعمر ما كان فيها فتنة طائفية، مسلمين ومسيحيين دول ايد واحدة ومتكاتفين. يا شباب ثورة يناير عنده طموح ودايما ساير، ساير للحق وعلى بلده غاير، ساير للحق وعلى بلده غاير، ساير على الظالم اللي على حقه غاير. دي مش ثورة مصالح فردية، دي ثورة حرية وعدالة اجتماعية، عشان كرامتي وكرامة ابني، عشان يعلي وفي بلده يبني صرح للحرية والعدالة الاجتماعية. يا شباب بلدي اصبر وصابر، خليك دايما للمجد ناصر. بكرة يجي التاريخ يحكي لولادك امجادك، يحكي عن صمودك وعنادك. هنفضل مكاننا ومش ماشيين، وهي دي ثورة الشباب المصريين. اللي هيمشي في الميدان بيضيع حق الشهداء اللي ماتوا امبارح. هنمشي هو هيمشي، مش هنمشي هو هيمشي. الأستاذ عماد عفيف طالع على التلفزيون بيقول اعذروا الريس حفيده مات، والناس اللي ولادها ماتوا وادتوا على اسبابهم بالجزم، دول مين يعذرهم؟ انا عايز افهم. الكلاب اللي طالعين في التلفزيونات وبيساندوه ويقولوا خلوه 9 شهور، اقسم بالله لو قعد هتدفعوا خلاص عمركم ما شفتوها في حياتكم. محدش يمشي. يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك.